إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذا البرنامج سيتحدث في هذه الحلقة عن موضوع دور المساجد في ترسيخ القيم الإسلامية داخل المجتمع الإريتري، وسنتناول مجموعة من المحاور حول المساجد. المساجد لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم من إخوة وأخوات أنها مواقع يذكر فيها اسم الله كثيرا، وأن الله تبارك وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن أول مسجد بني في هذه الأرض هو المسجد الحرام. أمر الله عز وجل في الصحيح من قولي العلماء آدم عليه السلام أن يبني المسجد الحرام، فبنى المسجد الكعبة، وبعد ذلك أمره الله عز وجل ب40 سنة أن يبني المسجد الأقصى، فبنى أيضا آدم عليه السلام المسجد الأقصى. وبعد فترة زمنية لا تقل عن 2000 إلى 3000 سنة بني المسجد النبوي الشريف، وهو ثالث المساجد المقدسة، فبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأمر من الله تبارك وتعالى، حيث حدد موقع هذا المسجد بتوجيه رباني للناقة التي بركت في مربد اليتيمين عفير وعفراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الناقة: دعوها فإنها مأمورة. يقع اليوم المسجد النبوي الشريف أيضا في قلب المدينة المنورة، وقبلته منذ ذلك الحين سنتر باتجاه المسجد الحرام. ثم شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في ربوع العالم الإسلامي، فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث العظيم تلقته الأمة بالقبول، وأصبحوا يبنون المساجد ويتسابقون فيها. هناك مساجد ضخمة في أنحاء العالم، في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي جميع أنحاء العالم هناك مساجد ضخمة، بل حتى الكفار يعرفون قيمة هذا المسجد في قلوب المسلمين. إذا أرادوا أن يخطبوا ودهم بنوا مسجدا ضخما، كما فعل الرئيس الروسي بوتين في بناء مسجد في قلب مناطق الشيشان، وهكذا أيضا يقومون الناس ويتدارسون حوله. هذه المساجد كذلك في إريتريا بنى الكثير من التجار، بنوا مجموعة كبيرة من المساجد. في أسمرة فقط في أكثر من 25 مسجدا. طبعا لم يتم بناء مساجد جدد لأن النظام يمنع ذلك، إلا مسجد أو مسجدين حسب علمي، وذلك أيضا خفية. هذه المساجد التي بنيت في أسمرة بنيت خفية أيضا، وليس بأمر من قرار من النظام. ولكن قبل وجود النظام هناك 25 مسجد بنيت في العهد الإيطالي، وبعضها في عهد الأثيوبي، فبقيت 25 مسجد. هناك مساجد أخرى في مدن أخرى أيضا. حقيقة هذه المساجد في أيدي الأوقاف ويصلي فيها المسلمون. سنتحدث عن أنشطة هذه المساجد
أين وصلت، وما الذي قدمته سابقا، وما الذي قدمته لاحقا، وما الذي تقدمه حاليا، وكيف أوضاعها في داخل النظام مع النظام الإريتري. كل هذا سنتحدث عنه مع ضيفنا وحبيبنا وشيخنا الأستاذ الدكتور حسن سلمان، فنرحب بشيخنا. يا مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم والمشاهدين. أهلا وسهلا. أنا قدمت بنبذة عن المساجد وأهميتها، ننتقل مباشرة إلى تاريخ المساجد في إريتريا أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في المقدمة بأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، أي منسوبة إليه، فيها يؤدى الذكر، فيها تتلى الآيات، فيها تقام الصلوات طبيعة الحال. ولكن دعني أقول بأن النموذج الأمثل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة كلها. كانت تؤدى فيه الصلوات وتقام فيه الأذكار ويقام فيه حلقات العلم، وتعقد فيه ألوية الجيوش وتحل فيه المشكلات. فهو كان النموذج الكامل بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعرف دولة النبي صلى الله عليه وسلم هي دولة ليست مركبة ولا معقدة، إنما هي دولة بسيطة تتناسب مع ذلك الواقع، اللي هي دولة المدينة إن صح التعبير، التي على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أفلاطون لو أراد أن يتصور دولته حسب علمه ما كان يجد لها نموذج فعلا للفضل والعدل، وكان نموذج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج الذي تعايشت فيه المكونات المختلفة دينيا والمختلفة قوميا وعرقيا. فكانت على كل معقل هذا الأمر كان هو المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول خطوة قام بها بناء المسجد، ثم موضوع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم موضوع الوثيقة التي رتب من خلالها علاقات المسلمين مع غير المسلمين. لكن كان المؤشر الأساس الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بأن طبيعة دولته هو بناء المسجد وانطلاق الدولة من هذا المكان. يعني ما كان في شيء آخر، يعني لم نسمع مجلس وزراء ولا كان في قصر آخر يذهب إليه النبي، كل شيء كان في هذا المسجد. إذن هذا النموذج على كلنا الذي يجب أن يتصوره الإنسان حتى لا. لماذا يعني جعل النبي عليه السلام المسجد هو المرتكز، بينما كان يستطيع أن يشتري أرضا ويبني مثلا مقر الوزراء أو مقر قصر الاجتماع أو مقر الحكم؟ لماذا بالذات كان المسجد؟ سبحان الله، يعني يبدو أن طبيعة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل التفكيك والفصل هو نفسه، يعني لأنه فكرة أنه دين ودولة أو مكان للتعبد ومكان آخر لمباشرة أعمال الدنيا، هذا التفكيك الذي وصلنا إليه للأسف الشديد أراد النبي من البداية لا. الأمور كلها مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالدين، مرتبطة بالتشريع. لاحظت هذه الصورة لا بد أن تكون مستصحبة في المكان الذي أنت تركع وتسجد فيه هو نفسه الذي تقضي فيه بالحق. أيوة. هو الذي من أجله تدافع فتجيش الجيوش. نعم. هي مركزية الحق، سبحان الله، مركزية الحق القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد أن تكون نقطة واضحة عند الناس، لأنه طبعا الآن نتيجة التراكم الهائل من العقائد والتصورات والأفكار وجدنا أنفسنا عمليا العلمنة دخلت في جذور، بحيث والله أي إنسان تتكلم عن مسجد بس هو يريده إيه؟ حالة تعبدية وكأنه كنيسة. الأمر عندنا ليست كذلك. الكنيسة منذ البداية رضوا بأن يكونوا كنيسة ويكونوا برلمان أو يكونوا لكن كان المسجد على كل نمطه ونمط مختلف. بالنسبة لتاريخ المساجد في إريتريا، ما هو حتى الآن معروف ومتداول بأن بنية المساجد في صورتها الأولية البسيطة هي مع دخول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع دخول الصحابة رضوان الله، بغض النظر عن طبيعة الآثار التي تركوها، نوعية الأبنية التي عبرت عن الحالة. لكن ليس لك أن تتصور إلا أن والله حيثما وجد مسلم سيقيم، مجموعة من المسلمين سيقيمون لهم ولو مجموعة أحجار يحددون من خلال أن والله هذا مقام يريدون أن يؤدوا فيه صلواتهم وعبادتهم. فمثلا تاريخيا الآن أقدم مسجد يشار إليه بالنسبة للإريتريين في موضوع المساجد هو مسجد الصحابة في مدينة مصوع. نعم. هذا أقدم على كل المساجد، لكن بعد ذلك ستتفاوت على كل أقدمية المساجد، لأنك أنت
مررت بمجموعة ضخمة جدا من الإمارات والولايات والسلطنات، وكلها كانت لها أدوارها بطبيعة الحال. فلا أتصور مثلا دويلات الطراز الإسلامي التي كانت تحكم هذه المنطقة وجزء منها كان في منطقة إريتريا أن نتصور بأن هذه لم تكن لها صلة ببناء المساجد وكذا. لكن عموما الآن المساجد القديمة التي يمكن أن نعتبر يعني وجودها، عندك مدينة مصوع كمدينة على كل تاريخية ومرتبطة بالإسلام لفترة طويلة جدا، فيها مساجد. المدن الأريترية في المنخفضات فيها مساجد، سواء مدينة كران، مدينة أقردات، أسمرة مثلا فيها أيضا مساجد، منطقة السرايا فيها مساجد، مناطق كولوغوزاي فيها مساجد. فإريتريا كلها يعني مع تفاوت طبعا، يعني في مساجد مثلا عمرها 300 سنة 400 سنة. هل هناك إحصائية في مساجد إريتريا؟ لا بالنسبة لي حقيقة ما عندي إحصائية، لكن أنا أتصور أصلا موجودة الإحصائية، ما أعتقد فيها صعوبة. جميل. لكن هل تم هدم المساجد؟ أذكر قبل حوالي يمكن 10 سنوات النظام هدم 4 مساجد في مندفرة. نعم. هل حصل هدم لغير هذه المساجد؟ والله حسب علمي المساجد التي هدمت هي في سرايا تقريبا، ل3 مساجد هذه التي حصل فيها جدل كثير، وكان النظام وقتها يعد بأنه والله سيعطي أهل المساجد هذه أرض بديل عنها. هل أعطى؟ لكن حسب علمي ما أعطي. أظن أعطى مسجدا واحدا. ممكن، حتى نكون منصفين. ممكن. أنا لم أقف على هذا حقيقة. نعم. لكن الإشارة التي أشرت إليها مهمة جدا، وهو السياسة العامة في إريتريا حاليا، إنه والله لا توسع في المساجد ولا في صيانتها ولا في إعانة عمرانها. هذه الإشكالات كلها قائمة بشكل كبير، مع أن معروف أن الأمور كلما تقدمت الكتلة البشرية ازدادت الحاجة إلى المعابد بشكل عام، يعني أيا كانت هذه المعابد للمسلمين أو لغيرهم. لا نلاحظ بأن هنالك تكافؤ ما بين نسبة الزيادة السكانية في البلد وما بين نسبة بناء المساجد، وهي قلة. يعني لو أردنا مثلا الآن أن نشير إلى أبرز المساجد التي بنيت في فترة التحرير، ومسجد كرن تقريبا اللي بنته دولة قطر، يعني بارك الله فيهم. هذا يمكن الحالة الوحيدة البارزة التي يشار إليها. لا يخلو الأمر طبعا من بعض المساجد التي بنيت في القرى، هذه موجودة قرى، باعتبار أن حالة الاستئذان فيها قد تكون أقل من قضية المدن وزحامها والاستئذان فيها، فلا تخلو قرية. وهي أيضا بنيت لمواقع حددت من قبل. نعم. وليس بناء جديد بأرض جديدة. لا صحيح. نعم. هي كذلك. صحيح. نعم هذه هي كذلك. لم نقف حقيقة. نعم. على. طيب لو تحدثنا عن أنشطة هذه المساجد قبل النظام، في فترة ما بين الاستعمار الأثيوبي والاستعمار الإيطالي، وكذلك فترة الشيخ إبراهيم المختار رحمه الله، ماذا تقول؟ طبعا الفترة التي كان فيها الاحتلال الإيطالي والبريطاني والأثيوبي من حيث الحريات الدينية حسب متابعتي كانت أفضل بكثير من الحالة الوطنية. يعني كانت بالذات الفترة اللي كان فيها المفتي إبراهيم المختار حصل تطور كبير جدا للحالة القضائية، وكذلك حالة المساجد والأوقاف. وأنت تعرف كلما تطورت الأوقاف تطورت معها المساجد، وكلما أنت أمت الأوقاف أمت معها كذلك المساجد، باعتبار أن هذه الأوقاف تخدم المساجد، ويمكن أيضا أن تقام حول المساجد أوقاف، وبالتالي كلا الطرفين يخدمان بعضهما البعض. تتطور الأوقاف مع تطور المساجد، وكذلك تطور المساجد مع تقدم الأوقاف. فالفترة التي كان في إبراهيم المختار حصلت على كل النهضة كبيرة جدا، وكان سلطانه أيضا كمفتي مؤثر وله على كل دور كبير، وكان يسمع لكلمته في كافة الأوساط الدعوية والعلمية والطوائف المسلمة بشكل عام. ولذلك في تلك الفترة مثلا نشأت موضوع المعاهد الشرعية المرتبطة بالمساجد أو المنفصلة عنها، لكن كثير منها تجده مرتبط بإيه؟ يكون في مسجد ومعه أيضا معهد أو مدرسة من المدارس صحيح. القرآنية. فإذا ارتباط المؤسسات التعليمية سواء كانت دينية أو غيرها، حتى أحيانا قد يكون والله مدرسة لها علاقة باللغة العربية، لها علاقة بالدراسة عادية، لكن مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالمسجد. فكان التعليم مرتبط بالمساجد. كان كذلك المساجد فيها الحلقة العلمية، حلقات العلم والشيوخ، واشتهر حقيقة الكثير من الدعاة في هذه المساجد عبر تاريخ من الفترة الإيطالية والبريطانية وحتى العهد الأثيوبي. على سبيل المثال
مثلا عندك ذكرت أنت قضية المفتي مثلا، كانت حالة ظاهرة حالة المفتي باعتباره شخصية علمية، لولا سبحان الله الحالة الوطنية التي أدخلت الناس في متاهة الاستعمار وكذا، ربما كان رمز من رموز العلم في العالم الإسلامي. المفتي ليس شخصا كما نتصوره، لم يكن شخصا عاديا، فكتبه مثلا كانت يتم تداولها في الأزهر وتدرس في حلقات العلم في الأزهر، بل بعض ما كتبه المفتي كان يدرس ومعتمد من المذهب الحنفي مثلا على سبيل سبحان المثال. الله، كان بهذا المستوى العالي يعني، هو عالي جدا نعم، كبار علماء الأزهر يعني. كبار العلماء الازهر، وكان من الكتاب ايضا، فهو كاتب كان في الصحافه المصريه والصحافه في ذلك الوقت، احيانا يكتب باسمه واحيانا يكتب كان باسم اخر، فالشخصيه كان لها صداها على كل. واليوم حقيقه لما يدخل الانسان موقع ابراهيم المختار، الله يجزيه خير، هل أحد أحصى خريجي الأزهر من إريتريا؟ هل عندك إحصائية؟ لا أنا ما عندي إحصائية حقيقة موضوع الخريجين، لا أعلم الإحصاء كم وصل يعني، لكن أنت لو أردت أن تقول ما يعني قبل المملكة العربية السعودية مثلا، كان الوضع معظم الخريجين من السودان ومصر، معظمهم، وكان الناس يذهبون سيرا على الأقدام إلى أن يصلوا إلى مصر ويلتحقون هناك بالرواق المعروف بالرواق الجبرتة، وكانت الأمور هكذا، ثم يعودون بعد ذلك إلى ثم كانت أيضا هناك يعني الذين أنا أعرفهم رحمهم الله الشيخ أنور محمد حقوس، نعم، والشيخ عبد الله السهاوي، نعم، والقاضي إدريس، وقاضي ناصر، نعم، هؤلاء أنا زرتهم ووقفت على أعمالهم، نعم، ومفتي أيضا الذي توفي رحمه الله، نعم، مفتي عام إريتريا، نعم، له ما عليه ولكن نحن نتراحم عليه باعتبار أنه مسلم، نعم. كذلك هو خريج أزهر، نعم، والمفتي الحالي هذا نعم. سالم. وحقيقة بالنسبة للشيوخ حتى نعطي بعض النماذج، مثلا عندك الآن من الشخصيات التي أسهمت في الحالة العلمية والدعوية بعيدة عن قصة المساجد الآن، الشيخ مثلا محمد صالح، له والد الدكتور جلال الدين محمد صالح، نعم. هذا مثلا كان من الشخصيات اللي لها تأثير كبير جدا في الحالة الدعوية من خلال تأسيسه لمعاهد أصحاب اليمين مثلا في إريتريا، والمناهج التي طبعت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، هذا شخص له تأثيره. عندك قاضي دريساي زي ما ذكرت أيضا من الشخصيات اللي كان أيضا لها تأثير كبير في مدينة كرم. عندك الشيخ محمد إبراهيم شيدلي مثلا في منطقة منصورة، وهذا كان أيضا له تأثير وله طلاب إلى اليوم تقريبا الحمد لله يعني لهم تأثيرهم الكبير في الحالة الدعوية. عندك الشيخين الجليلين رموز الدعوة السلفية في شرق السودان، الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هذه طبعا في المنطقة الغربية الآن في منطقة القاش، والشيخ صالح طاهر. هؤلاء الشيخ صالح طاهر يكاد يكون هو مؤسس الدعوة السلفية جماعة أنصار السنة تحديدا في غرب إريتريا وشرق السودان. منطقة منصورة من كان مشهور فيها؟ الشيخ محمد إبراهيم شيدلي. محمد إبراهيم شيدلي، أيوة، نسأل الله يفك أسره طبعا، ومن الشخصيات المعتقلة. لكن الشيخين الشيخ محمد الحسن والشيخ طاهر هؤلاء أدركناهم مثلا في شرق السودان، كان لهم تأثير كبير جدا، وانتشرت الدعوة السلفية في شرق السودان بسبب هذين الرمزين العلميين يعني، وكان صداهم كبير جدا. ولا تكاد تخلو حقيقة مثلا تأتي إلى منطقة قندع، كان فيها أيضا الشيخ عمر مودوي من المشايخ الأفاضل الذين اشتهروا بالفقه المالكي، وأدركنا أيضا هو تقريبا عمه للشيخ أخونا الشيخ داود مثلا، داود أمان. فهؤلاء كان لهم تأثير كبير جدا في مدنهم وفي مناطقهم. جميل، رحمهم الله تقبلهم الله. نعم. طيب المساجد والدعاة في عصر النظام ماذا تقول فيه؟ حقيقة أول ما دخل النظام هو دخل بصورة الكل طبعا يعرف تركيبة الجبهة الشعبية ووضعها ونهجها لما كانت في الثورة، هي عندها موقف سالب على الأقل خلينا نقول من الدين، وليس موقف محايد يعني. العلمانية فيها ما هي علمانية محايدة، وهي أنها تحاول أن لا تصطدم بالعقائد والأديان وكذا، وتترك الشعوب تطور حالتها الدينية دون أن تصطدم معها أو تدخل معها في إشكال. بالنسبة للحالة في إريتريا تصنف بأنها العلمانية المتطرفة التي عندها مشكلة مع الدين وتصادم الأديان وتحرص خاصة الدين الإسلامي عندها معه على كل مشكلة، لأنه لاحظنا الآن كيف أنها متسامحة جدا خلال 30 سنة، متسامحة مع الحالة الدينية المسيحية، ولكنها ليست متسامحة مع الحالة الدينية الإسلامية. وبالتالي هذه على كل أثرت في تقديري بشكل كبير
على موضوع المساجد في إريتريا. يعني نعم. المساجد لم تتطور كما تطورت الحالة الكنسية. أيضا المعاهد لاحظنا كيف أنها تأثرت أيضا بالسياسات التي اتبعها النظام، بحيث حولت كل هذه المعاهد الدينية إلى مدارس. طبعا بعض الناس للأسف الشديد يقول لك والله يا أخي ده جيد لأنه حولوا على الأقل هؤلاء الطلاب أن يكونوا جزء من الدولة وكذا، لكن السؤال هو أنت طيب إيش رؤيتك في قضية الدين الإسلامي داخل البلد؟ يعني هل تريد والله أنت مثلا الآن ما فاتح المجال للتعاون الإسلامي مع الأزهر، ولا للتعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، ولا تعاون إسلامي مع فاتح مثلا للإفتاء التعاون مع المؤسسات الدينية في السودان؟ طيب كيف ستتطور الحالة الدينية في هذا البلد؟ يعني أنت إيش رؤيتك؟ لأنه والله تخرج فقط إمام وخطيب مثلا. كيف تخرج إمام وخطيب داخل الدولة الإريترية؟ إيش النموذج الذي أنت تملكه في هذا الاتجاه؟ ستلاحظ بأنه فعلا المعاهد كانت هي الصورة الأساسية اللي أنت من خلالها على الأقل تخرج، لا أقول العلماء ولكن على الأقل المعاهد الدينية شبه أغلقت يا شيخ حسن. نعم، ولذلك أنا أقول الحالة في إطار ما يمكن أن نسميه بالفترة الوطنية هي من أسوأ الفترات بالنسبة للمكون المسلم تحديدا يعني. طيب يعني طبعا خريجي المملكة العربية السعودية كان في وجهة نظر النظام لأنهم وهابية وربما كان عليهم ملاحظات، ولذلك كنا نلاحظ أن خريجي الأزهر وأيضا المستضافين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية أو المنتدبين من الأزهر الشريف للصلاة بالناس في رمضان وإلقاء المحاضرات والندوات في فترة ما بين 94 أعتقد إلى تقريبا 2000. نعم. كانت هذه الفترات كل ثم توقف هؤلاء. برأيك لماذا النظام أوقف المشايخ الذين كانوا يأتون من مصر ويقرؤون التلاوات الرائعة الجميلة، وكانوا أيضا خطبهم رنانة، وكان لهم مجالس ودروس علمية غير التي أوقفها النظام بسبب يعني من أسباب الذي كان هناك درس الشيخ عبد الله السهاوي وتم إيقافه في مسجد الخلفاء. على فكرة مفترض نعطي نبذة عن مسجد الخلفاء، لكن ننتهي من هذه النقطة. لماذا النظام أوقف دعاة مصر؟ دعك من دعاة السعودية، دعاة مصر بالذات، لماذا أوقفوا؟ هذا طبعا يبين لك بأن الموقف الموجود بالنسبة للنظام ليس موقف تجاه فئة يصنفها بأنها والله متطرفة وأنه لا يرضاها، لكن ستلاحظ بأن الموقف هو في النهاية موقف من الديانة ككل، وليست موقف فقط من فصيل داخل هذه الديانة أو من مذهب داخل هذه الديانة، بدليل أنه هو يعمل على احتواء وتضييق كل حالة يمكن أن تؤدي إلى تقوية الحالة الإسلامية بغض النظر عن مذهبيتها. فهو صحيح في البداية بحجة أنه والله هؤلاء وهابية أو هؤلاء يمكن أن يشكلون له ما يسمى بقضية الإسلام الحركي وكذا، حاول أن يتخذ موقفا منهم، لكن بعد ذلك ذهب حتى لتوسعة هذا الموضوع، فذهب إلى موضوع أيضا التضييق على الأزهر وعدم استفادة على كل نظام أو عدم التعاون. كما الآن مثلا الكنيسة الإريترية مرتبطة بشكل مباشر مثلا مع الكنيسة المصرية، ولاحظنا في الاحتفال الأخير كيف أن الكنيسة المصرية هي من اعتمدت أو عمدت الحالة الكنسية ورأس الكنيسة في إريتريا، وحضرت كنائس عديدة جدا، بينما لا نلاحظ هذا التعاون مفتوح ما بين المؤسسة الدينية في إريتريا وما بين بقية المؤسسات الدينية في العالم. فعلى كل هي انتهت في نهاية المطاف إلى أنه لا تعاون مع السعودية في هذا المجال الديني، ولا تعاون مع الأزهر أيضا في هذا المجال، ولا تعاون حتى مع السودان. فأنت في نهاية المطاف ولا تطوير للحالة الداخلية. يعني حتى بعض البلدان ممكن يكون عندها تطويق مثلا للخارج، لكنها بما أنها تعترف بالحالة الداخلية تطالب المؤسسة الدينية نفسها في أنه والله ما هو السبيل لتطوير الحالة الدينية داخل البلد. حتى هذا غير موجود، والسبب في ذلك أنت لك أن تتصور بأن والله الجهاز الديني كله تحت وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات. يديك الصورة أنه والله أين يضع النظام الحالة الدينية؟ كأنما حالة تخيف النظام أو تزعج النظام وتقلق النظام، فيتعامل معك كملف أمني، مع أن معروف أن الحالة الدينية الحالة الثقافية فوق المؤسسات الأمنية بطبيعة الحال، لأن هي حالة تعبر عن هوية وثقافة وأديان وعقائد مجتمع بكامله، فلا يمكن أن تختزل في جهاز من أجهزة الأمن أو أجهزة المخابرات. طيب أنا حقيقة متعجب جدا، النظام
يدعي أنه علماني وفي نفس الوقت يحارب المساجد ويضيق عليها. الآن طبعا لا توجد أي أنشطة في المساجد أبدا، وحتى أن الأنشطة الموجودة حاليا ربطها بالأوقاف. الأوقاف هي التي تقوم بالإشراف. كانت هناك طبعا بعض الخلاوي التي كانت تحفظ القرآن فقط، حتى هذه تم التضييق عليها. بعد إيقاف الشيخ شعبان فرج الله عنه، سمعت أن أيضا يعني المحافظ لمدينة جندع تم توقيفه. هل هذا صحيح؟ ولماذا تم توقيفه يا شيخ حسن؟ نعم. هو على كل أن النظام سلك مع في حربه لكل ما هو من المظاهر الإسلامية، سواء كانت معاهد أو مساجد أو مراكز تحفيظ أو مدارس حتى، انتهى به الحال. كان آخر ما شيء موجود هو موضوع المراكز القرآنية، أو اللي نسميها نحن بالخلاوي القرآنية، التي فقط تعمل على تحفيظ الأطفال القرآن الكريم. وكان من ضمن هذه المراكز طبعا المركز الذي كان يشرف عليه الشيخ شعبان، يعني آدم شعبان. وتم إغلاق هذا المركز، ويبدو واضح جدا أن الحالة الشعبية أو الحاضنة الشعبية في داخل جندع لم تكن مقتنعة بالإجراء، بدليل أنه فعلا المحافظ أو المدير، كل مدير المديرية في هذه المنطقة تم الآن أيضا اعتقاله. والسبب في ذلك أنه احتج على الإجراء الذي حصل للشيخ. فأنت على الأقل إذا كان والله مدير المحافظة ما عنده ملاحظات ولا عنده مخاوف، يدل على أنه معناها المجتمع بإدارته حتى وإدارة الحكومة نفسها لا ملاحظة لها على هذا المركز الذي تعده ربما يقدم. يعني المحافظ أليس هو من رجال الدولة؟ صحيح. أليس هو الدولة راضية عنه؟ نعم. ليست هي التي عينته؟ فلماذا الآن يعتقل؟ هذا يبين لك بأن الدولة من يحكمها ليست رجال إدارة ولا رجال سياسة، لا. تجد أن هذه الأمور كلها يا شيخ برهاني عبارة عن مؤسسة أمنية تصدر قراراتها مركزيا ومرتبطة بشكل مباشر مع الرئاسة، وبالتالي تتجاوز كل هذه المؤسسات. ممكن تتجاوز العساكر وتتجاوز المدنيين في الولاية ولذلك في المنطقة. ولذلك لما يسألوا الناس إنه يقول لك والله هذه قرارات جات من وين؟ جاتنا من فوق يعني. طيب ما الذي يريده النظام؟ يعني النظام اعتقل الشيخ شعبان والناس أنكرت على هذا الموضوع، وهذا محافظ أيضا جاء يسأل ما الذي يريده؟ يعني كأن النظام يقول أنا سأعتقل من أشاء وأترك من أشاء وأدخل من أشاء فلا تسألوني. هي هكذا، هو هكذا سلكها 30 سنة، وأني أفعل ما أشاء ولا أحد يسأل. يعني هو زمان على الأقل المسؤولين ما كانوا يسألوا. أنا أعتقد الحادثة الآن في جندع أبرزت لنا طريقة جديدة في التعامل، بمعنى أنه والله المحافظ نفسه الآن عندما يسأل، معنى ذلك أنه والله أنت ارتقى مستوى السؤال الآن من المستوى الشعبي والأهلي إلى مستوى إيه؟ مستوى المسؤولين. وأن يرضى هذا الشخص هو يعرف أنه والله عندما يسأل سيعتقل، ومع ذلك يسأل ويرضى بإيه؟ بالاعتقال. فأنا في تقديري الوتيرة ماشية في اتجاه، على كل اتجاه تصاعدي. يعني أنا أشوف يعني بعض الأنظمة إذا اعتقلوا مثلا شيخا أو عالما اتهموه بالإرهاب أو اتهموه بالإخوانية أو اتهموه بشيء، يعني نعم. يبرر اعتقاله ويبرر قتله إعدامه. أحيانا يقولون كان معه أسلحة فضبطنا، قد يكون كذب. لكن النظام الإريتري لا يبرر لنفسه أبدا ولا يذكر بشيء. نعم. هو شيخنا ليش لا يبرر؟ لأن الأنظمة التي تبرر هي أنظمة عندها وصفين، عندها الاعتبار للقانون والاعتبار للشعب. فهو لا بد أن يبرر أنه تصرفه هذا قانوني حتى لا يتهم بأنه يتصرف خارج القانون، ويضع اعتبار للمجتمع أيضا الذي يتساءل، وبالتالي يقول لهم والله الموضوع طبيعته هكذا. لكن للأسف الشديد الحالة الإريترية ليس فيها لا اعتبار للقوانين ولا اعتبار للمجتمع، بدليل أنك أنت والله المحافظ نفسه يكون ما عارف أنه والله لماذا يتم إغلاق معهد هو تحت ولايته. يعني يفترض أصلا يأتوا إليه أولا ويخبروه ويتشاوروا معه ويشوفوا حتى الأسلوب الأمثل، وهو بعد كده يكون الواجهة أمام الشعب أنه والله ليش قاعد يغلق هذا لكن عندما تتجاوز المجتمع وتتجاوز قيادة الدولة نفسها اللي موجودة في المنطقة، فيدل على أن الأمر فعلا تجاوز كل الأعراف اللي ممكن نعتبرها نحن
تعبر عن وجود سلطة ذات طابع محترم في داخل بلدها وداخل شعبها. طيب ما واجب المسلمين يا شيخ حسن؟ ما هو واجبهم؟ ما الذي ينبغي عليهم أن يكونوا تجاه مقدساتهم، تجاه مساجدهم، تجاه علمائهم؟ يعني هكذا تمنع الدعوة في داخل المساجد، وهكذا يعتقل النظام من شاء من الدعاة، هكذا الناس تشاهد هذا الموضوع وتسكت؟ شوف القرآن الكريم يا شيخ برهان لما أسس لفكرة المدافعة ليست عبثا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. فعندما تغيب حالة الرفض، حالة المدافعة، حالة إنه والله الحقوق والتشبث بها، حالة التشبث بالهوية الدينية، لما الناس تستسلم وتتراجع تتنازل بحجج كثيرة جدا للأسف الشديد. ونحن هنا لا نبرئ المكون المسلم حتى اللي كان داخل منظومة النظام، ما مبرئين من هذا الذي يجري. يعني لو أنه والله في وقت مبكر وقفوا في البدايات الأشياء الطفيفة التي أنت تراها بسيطة ولكنها ستؤدي مع التراكم إلى أشياء كبيرة. يعني لما بدأت الاعتداءات على الدعاة والاعتقالات للدعاة دون محاكمات ودون أن يكون هنالك أي إجراءات قانونية، أدى ذلك إلى أنه يعتقل الساسة، أدى أنه يعتقل إدارات المؤسسات العسكرية، وسكت المسلمون، الكل سكت، ما قدم شيء أبدا ولا اعترضوا ولا أي شيء. ولذلك الآن للأسف الشديد ستكون المسألة كلفتها عالية جدا. لا نتصور أن الكلفة الآن ستكون والله كلمة أو كلمتين ستغير الواقع. أنا في تقديري المؤدى الذي ستصل إليه الحالة هو أن الناس قد يتجهون إلى الكفاح المسلح في سبيل فرض هويته، ما عندك خيار آخر. يعني لا عندك منافذ برلمانية ولا عندك دستور ولا عندك حقوق سياسية ولا عندك حقوق مدنية، ما في شيء يعني. ثم طيب أيضا النظام ألا يخشى من هذا؟ هو للأسف الشديد النظام يرتب هذا عشان تكون برضو المجتمع يكون مدرك تماما. للأسف الشديد النظام هو الآن يستقوي بالخارج على الداخل، هو الآن يبني تحالفات جديدة مع تجراي، يوجد حالة ويتصور بأن هذه الحالة والانفتاح الذي يذهب إليه سيؤمنه من الداخل، أو يتصور بأنه خلاص في الداخل وصل إلى مستوى لا يستطيع المسلمون فيه الحراك، مع أن هذا قراءة خاطئة للتاريخ كله تقريبا، تاريخ المنطقة وتاريخ العالم نفسه. يعني ما يوجد شعب له حضور في منطقة ما وأنت تنتهي كل مقدساته ثم سيظل ساكت، هذا لا يكون موجود. وأنا أشرت إليك الآن هذا المحافظ الذي الآن مثلا بس عبر عن السؤال ورفض، ستكون التداعيات كبيرة بعد كده. يعني هؤلاء رجالات الدولة تكلموا، يعني إذا كانت رجالات الدولة لا تأمن نعم على نفسها مع وجود هذا النظام في كونها فقط تستفسر، نعم، يعني بعض السفهاء في السوشيال ميديا نعم. اتهموا هذا الشيخ الفاضل تهما زورا وبهتانا. طبعا هذا الزباب الإلكتروني صحيح، الزباب الإلكتروني اتهم زورا وبهتانا. أيوة. النظام لم ينفي ولم يثبت، هو وجه بس، هو وجههم، هذول موجهين أصلا، موجهين، هم يريدوا أن يشوهوا هكذا. يا أخي اعتبر هذا الشخص مجرم، حاكمه وفي أجرا في حق أطفال كما تقول. نعم. شيل هذا الشخص وجيب أهل الناس وحاكم هذا الشخص وبرئ بعد كده المؤسسة وأشرف على أجيب، خلي الأهالي يأتوا بشخص يناسب هذه المؤسسة، ما في إشكال أصلا. الدولة المحترمة هكذا تفعل. لكن المسألة الآن يا شيخ برهان هي استهداف لهوية كاملة، وليس القضية لها علاقة بأخطاء. الأخطاء تصحح، وما في مجتمع ملائكي، الجرائم تحصل، لكن الموقف الصحيح إنه مش أنت تحرم آلاف مؤلفة من الناس من تعليم دينها وهويتها وقيمها وقرآنها في سبيل تقول والله في شخص طيب هل تم تغيير المدرس؟ لا الموضوع إغلاق كامل يا شيخ. إغلاق؟ هاي ما هي نفس الشغل اللي تم في مدرسة الضياء، نفس، بس هذيك على الأقل مفتوحة وجابوا عليها إدارة أخرى. هنا لا، أغلقوها نهائي، أغلقوا المؤسسة. طيب إذا كان هو هذا متهم والمحافظ أيضا متهم، ما ذنب الطلاب هؤلاء؟ هي الدولة يعني القضية ما هي قضية، إذن ما هي قضية هذا الرجل. نعم، لا ليس قضية لا تعلم القرآن، هي كده يا شيخ، العداء مع القرآن الكريم. أنا أقول لك الحالة الدينية عند هذه السلطة حالة مستهدفة منذ البداية. صحيح في البداية استهدفتها بوسائل ناعمة، والآن تستهدفها بوسائل خشنة. هذا هو. ومتى ما رأيت أن النظام خلاص خرج من حالة النعومة إلى حالة الخشونة، هو بيعتقد نفسه أنه خلاص بلغ مستوى القمة في الفرعونية والاستبداد. هذا الحاصل. الله المستعان.
نتحدث باختصار عن مسجد الخلفاء الراشدين. نعم. هذا مسجد في أسمرة، نعم. في قلب أسمرة، بني قبل أكثر من 120 سنة نعم. تقريبا، بناه المسلمون. وتحديدا حقيقة لم أحضر، هذا من تقصيري، عن من الذي بناه ومن الذي، لكن طرازه واضح أنه طراز إسلامي جميل، وكأنه يعني مستشف من طراز العثماني. نعم. أي نعم. فلو تحدثنا عن هذا المسجد باختصار. نعم. طبعا مسجد الخلفاء الراشدين هو من المساجد الكبيرة في أسمرة، ويرتاده كثير من مسلمي أسمرة ومن المسلمين القادمين أيضا إلى مدينة أسمرة. لا تكاد أنت تجد شخص والله زار مدينة أسمرة ولم يصلي مثلا الجمعة. وكان كثير من الإخوة السودانيين الذين ذهبوا إلى أسمرة وكانوا يتواجدون كان دائما يحدثوننا عن مسجد الخلفاء الراشدين. وهو من المساجد العامرة التي لا تكتفي فقط بالوضع التقليدي، هي فيها حلق العلم وفيها المدارسة وفيها اجتماعات الطلاب والشباب، وكانت على كل من المساجد النشطة. للأسف الشديد طبعا في فترة من فترات تم استهداف بعض الشباب الناشطين اللي كانوا على الأقل يحيون في هذا المسجد مثلا أو في هذا الجامع بعض المناشط، تم اعتقالهم وزج بهم في السجون والمعتقلات، وحتى الآن مختفين. فعلى كل هو واحد من المعالم الإسلامية الكبرى في الدولة الإريترية، يعني مركز الخلفاء يعتبر كونه والله يعود إلى التراث العثماني. أعتقد أن الفترة اللي جاء فيها العثمانيون غالبا المساجد ستلاحظ أنها العثمانيون ينقلون حضارتهم فيما يتعلق بالعمران إلى كل المواقع التي تواجدوا فيها. صحيح. فهو من هذه الناحية فعلا أتصور أن يكون الإسهام العثماني فيه أيضا من الناحية الفنية والتقنية حاضر يعني. طيب، في 30 ثانية ماذا تختم هذه الحلقة بشأن المساجد ودورها في توجيه المجتمع الإريتري في إريتريا؟ في المرحلة اللي نحن موجودين فيها في رأيي أن نحن محتاجين إلى موضوع الإحياء بشكل كبير، إحياء هذه المساجد وعدم إماتتها وعدم قتلها وعدم لأن خراب المساجد بأنه أن نخليها من عمرانها البشري. أول شيء أنه يكون والله هذه الناس تكون حاضرة في مساجدها، تحرص عليها، لأنه كلما الناس والله كانت حاضرة في المساجد عمرت المساجد ماديا وعمرت كذلك بشريا. فنحن محتاجين إلى موضوع عمران المساجد بشكل كبير. الأمر الثاني أيضا لا بد الوضع في الداخل على وجه التحديد سواء الإفتاء أو المجتمع نفسه أن يحمي هذه المساجد ويحدد لها أيضا جهات مشرفة عليها حتى لا تبقى أيضا تتراجع وتضعف بشكل كبير. رجال المال والأعمال أيضا مطالبين بأنه والله لا بد من أن يساهموا، لأن النافذة الوحيدة الموجودة في الداخل أنه والله أهل كل منطقة يكون عندهم القدرة على صيانة مساجدهم وحماية كذلك القائمين عليها، لأنه أيضا القائمين عليها يحتاجون تقريبا إحياء كذلك موضوع الأوقاف. يبدو لي إذا في فكرة الأوقاف، لأن الأوقاف حتى الآن كأوقاف موجود طبعا قسم الأوقاف تابع للإفتاء وكذا أو مستقل على كل. فهذا الجانب أيضا محتاج أن يطور، لأنه كل المجتمعات اللي تعيش في دولة فيها نوع من إما أنها تبعد نفسها من الحالة الدينية أو تكون في خصومة معها، يحرص الناس المسلمون في كل بلد من هذا النوع على أنهم يتولوا مهامهم الدينية بأنفسهم من خلال أموالهم من خلال أشخاصهم وحماية كذلك مكتسباتهم. أيضا في رأيي من الأشياء المطلوبة جدا في الفترة القادمة هو كيف نستطيع أن نعمل على التصعيد الإعلامي والتصعيد القانوني والتصعيد الذي لاحظناه مثلا كما حصل الآن في المظاهرة الأخيرة في بريطانيا التي حاولت أن تظهر التضامن مع الحالة في جندع وغيرها كذلك. أعتقد أن بالرغم من أن الحالة كانت حالة سلمية وعبرت على كل عن الوضع، لكن كانت مزعجة جدا بالنسبة للنظام، كانت مزعجة وستتبعها في تقدير الآن تقريبا أيضا سلسلة من المظاهرات. لكن يجب أن لا نكتفي بهذا الوضع حتى لا تتحول الحالة كما كانت الحالة حماس في البداية ثم يتلاشى بعد ذلك هذا الحماس. فالمطلوب على كل في هذا الاتجاه شيخنا مطلوب الكثير. يصاحب هذا الوضع أنه لا بد من المسلمين الآن أن ينظروا بأنهم يمرون بمرحلة تاريخية حرجة جدا وحساسة جدا. إذا لم يحاولوا أن يحلوا تناقضاتهم البينية وإشكالاتهم الخاصة بهم
ويحاولوا أن يلتقوا على المشتركات الكبرى التي تتعلق بدينهم، تتعلق بوجودهم، تتعلق بثقافتهم، تتعلق حتى بمشاركتهم وحضورهم داخل الدولة، فإنهم سيجدون أنفسهم بعد ذلك خارج النظام تماما، وقد يكتفي عنهم كما ذكرنا بكتلة بشرية أخرى، وهو يسعى على كل في هذا الاتجاه. ولكن أحيانا سبحان الله قد يكون حتف هذا النوع من التصرفات والتحركات هو أن يكون مقتل النظام في هذا النوع من التحرك. يعني هو يتصور خلاص أنه والله انتهى من الداخل والآن ما عليه إلا أن يجري تحالفاته مع المشاريع التي يتصور بأنه هو امتداد لها، ولكن تكون هذه النقطة القاتلة بالنسبة للنظام. يعني بارك الله فيك الشيخ حسن. مشاهدينا الأكارم، استمعنا إلى وضع المساجد في إريتريا، وهذه النصائح الذهبية الطيبة من الشيخ حسن سلمان أرجو أن تكون محل اعتبار. والوضع حقيقة في إريتريا مقلق جدا. الموضوع ليس موضوع قضية علماني وليبرالي والمسلم بدينه والمسيحي بدينه، الموضوع أكبر من ذلك. أرجو عقلاء المسلمين أن يعيدوا النظر في وضع إريتريا وما يدور حول المساجد والدعاة، فإن الموضوع كبير يستحق منا أن نراجع أنفسنا. مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا